إن فكرة القفز من طائرة مروحية على ارتفاع 5000 قدم مفزعة للكثيرين، ولكن لفريد لفتة أول مظلي في العراق تبعث تلك القفزة رسالة سلام للشعب الأفغاني. تم دعوة جمع صغير لمدرج غازي، وهو مكان ارتبط حتى وقت قريب بقسوة طالبان، وذلك لمشاهدة ما يأمل فريد أن تكون بداية مرحلة جديدة من السلام والاستقرار. يلقب فريد بالسوبرمان العراقي، وهو يحمل أرقاما قياسية عالمية للقفز بالمظلات، وهو أول مظلي مؤهل من بلاده. وبالرغم من كل إنجازاته يقول بأن لهذه القفزة معنى خاصا بالنسبة إليه. It's different actually because some jumps it's for fun, some jumps for training, some jumps for to do records, and some jumps to spread peace. I really love and value my two jumps. The first one over my homeland, Baghdad, Iraq, and the second one it was here in Afghanistan, Kabul. And it's a great opportunity for me to spread peace. وبينما أقلعت المروحة حاملة فريد في رحلة لنشر رسالته، اصطف الناس لفرصة لقاء بطلهم الجديد، وقد جعل ذلك الفتيات راغبات بأداء التجربة بأنفسهن. بالإضافة إلى نشر رسالة السلام، تؤجج إنجازات فريد الطموحات أيضاً. كما في بغداد، قفزة فريد للسلام أكدت للمعجبين الشباب أن كل شيء ممكن في أفغانستان تنعم بالاستقرار، وهي رسالة حملها العديدون معهم.